السلام لك يا جوارجيوس ذو الاسم الأعظم، اختارك الرب يسوع ذكرك في الأقاليم. تقدمت أيها المختار إلى دقلديانوس، واخزيت كل الكفار بعلامة بستفروس. راك دقلديانوس على وجهك النعمة، جميلا في شخصك تضيء مثل النجمة. فقال لك يا مختار أنت من أي مكان؟ أنا لي 3 أعوام رأيت مثلك إنسان، فما حاجتك عندي حتى أتيت الآن؟ تعال واخبرني أنت من أي مكان. بحق يسوع ربك تخبرني يا إنسان عن أبيك وجدك، كان وزيرا أو سلطان. فقال له جورجيوس أنا ابن أناستاسيوس، وأنا عبد الرب يسوع بخريستوس. كبدك يا بلدنا نسبتنا في فلسطين، وفيها مربانا وفيها مقيمين. فقال له دقلديانوس تعال عبد الأوثان، وبخر يا محروس وانا اكتب لك فرمان. فقال له جورجيوس أنا نسل الكرام، كيف تأمرني يا منجوس أنا أعبد الأوثان؟ فأمر دقلديانوس بعذاب القدس، والأجند قد عروا وضربوه بالدبابيس. 7 سنوات عدة يقاسي في الأتعاب، واحتمل كل شدة في محبة رب الأرباب. 300 قد مات على اسمه القدس، وحبا في رب القوات المحيي كل النفوس. وفي 4 موتى مضى بالتهليل، وأخذ الشهادة ونال 7 أكاليل. ظفر بالنعمة من عند الرب القدس، ونال إكليل الشهادة بشوي سبور جورجيوس. السلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان، يا من أجلك أخذ يا عباد الأوثان.
السلام لك يا قديس يا ابن أنستاسيوس يا حبر النفس يا عبدي يسوس بخريستوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله مريج سعينا أجمعين.